نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، معنا في هذه الخطبة خلق من أخلاق الإسلام الذي ضاع عند كثير من الناس، ألا وهو الخلق الذي قامت عليه السماوات والأرض، ألا وهو خلق العدل والإنصاف. العدل الذي أصبح بين الناس عزيزا، حتى إنك لا تجده في أكثر أو في كثير من الصالحين، فضلا عن عوام الناس. فاسمع أخي الكريم كيف يحثنا الله عز وجل على هذا الخلق. قال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذا الذي يعظكم به هو العدل والإنصاف. ولقد أمر الله بالعدل ومدح أهله، ونهى عن الظلم وذم أهله، فيما يزيد على 350 آية من كتاب الله. وذلك إذا ساد العدل حفظت الحقوق ونصر المظلوم وولت الهموم وأدبرت الغموم. أما حينما يتجافى الناس عن العدل ويقعون في الظلم فإنه ينبت فيهم الحقد والقطيعة والفرقة. أيها المسلمون عباد الله، وكما يكون العدل في الأبعدين فهو كذلك في الأهلين والأقربين. وأحق الناس بالعدل أبناؤك. فمن ابتغى بر أبنائه وبناته وأن يحبوه في حياته وبعد مماته ويترحم عليه وتصفو قلوبهم فيما بينهم، فليتق الله وليقم العدل بينهم وليسوي بينهم في العطية والمعاملة. وليتق الله أولئك الذين يحرمون بعض المستحقين من الذرية في عطية أو وصية، فذلك حرام وجور وظلم، والوصية به وصية ظلم وجور ومخالفة للعدل والحق، لا يجوز نفاذها ولا إنفاذها. وتلك أفعال شنيعة وظلم مهلك تقوم به الخصومات وتثور به الأحقاد وتقع به المظالم وتتقطع به الأرحام. إن مثل هذه التصرفات تجعل الأسرة في صراع دائم وتفكك مستمر، والسبب في ذلك عدم العدل بين الأولاد واستبدال ذلك بالظلم الذي نهى عنه الشارع. والشارع الحكيم حث على هذه المساواة في العطية بين الأبناء، واعتبر الخروج عن ذلك ظلما وزورا وجورا. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه وهب له مالا، فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على هذا الذي وهبت له. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير
ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية فلا أشهد على شيء ألا يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. لقد عد صلى الله عليه وسلم تلك العطية التي لم يتساوى فيها جميع الأولاد ظلما، وكفى بالظلم بشاعة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إخوة الإسلام، إذا كان الواحد منا يعطي بعض أولاده أكثر من الآخرين فليعلم أن ذلك يقتلهم ويجعل الحقد في قلوبهم ويزرع البغضاء في نفوسهم. فالأولى أن نعدل بين أبنائنا في القسمة والعطية، وأن نجعلهم سواء حتى تسلم الأبناء من التصدع. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العدل بين الأولاد مما أمرنا به شرعنا الحنيف. فاسلكوا طريق ربكم تستقم لكم الحياة ويكون لكم في البر سواء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن بعض الآباء الذين شدت طباعهم وغلظت أكبادهم وجمدت عواطفهم وغاب عنهم ما أمر الله به من العدل، يقومون بحرمان البنات من المال وإيثار الذكور من الرجال بذلك. والحجة لهم في هذا أن الذكور امتدادا لهم، فهم أولى بحمل الراية من بعدهم، فهم أولى بالمال من البنات. بل إن البنت إنما تأخذ مالها لتعطيه لزوجها. كي قامرت كما يريني ويسم نرى سفين عزيز درجاز ما مثل غبر عليه. سبحان الله، هذا ظلم وجور. إياك ثم إياك أن تحرم البنات من العطية وتؤثر على ذلك الذكور، فإن ذلك يمزقهم إربا. فهو في نظر بعض الآباء في نظره أن هذا الزوج غريب عن الأسرة، ليس له في المال من نصيب، وهذا الفعل من الظلم الذي نهى الله عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فالواجب على الآباء تحقيق أمر الله وطرد الظلم الذي يقع على البنات. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا إلى إقامة العدل بين أبنائكم وبناتكم، واعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن العدل هو أساس النجاح والفلاح.
فالبدار البدار. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم وارحم موتى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وأتباعهم ومن خذلهم إلى يوم الدين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.